حقوق جارنا اليمني، هم منا وفينا، وهم عرب وحنا عرب، وإن شاء الله يرجعون عروبتهم إن شاء الله. اللي أحب أطمنكم فيه أني والله والشاهد الله، وأنا كنت بين الحياة والموت ولا رايح يلغي لساني في مكان سعة وليس في مكان ضيق، بس إني أتكلم إن لم يأسروني، وهذه حتى أرد لكم شيء من الجميل وأرد للوطن. أول شيء أهلي 7 سنوات أسر، والأسر يا أخوان يختلف عن السجن. أنت عند عدو، ولكن السجن فيه تهديد 100%. وأنا أكدها لكم إن حصلنا رجال قبائل يتعاملون معك بقبيلة، برجولة، بمبادئ دينية ودنيوية، إني لم أؤسر، وهذه أهم حاجة. هذه مبادئ شعبنا ذي من زمان، هذه الأخوة والتعامل والقيم. في سجننا تكون في بر الأمان، تكون بين أهل المحبة والكرم. أسيركم هانا ولا يمكن يهان، لو غريب ما بانهينه يا ها كيف وإحنا أخوة أكيد إنه جنان. مهما حصل في الحرب إحنا أولاد عم، ما يقهر المأسور غرديه جبان. أما الأسير هانا يقدر يحترم، حكم الأسير ما كان مكتوف اليدان. هذا كلام الله والله ذي حكم، وذي خالف كلمته من كان ما بايجد غير الضلالة والندم. وذي خالف كلمته من كان ما بايجد غير الضلالة والندم. ما عمرنا ننسى الأخاء من ضمان. هذا اليمن اكتب وسجل يا قلم، وللمملكة وسط القلوب أكبر مكان، وانتو الكرم والجود صناع القمم. والله فيكم ناس ذو عزة وشان، مثل الذهب ما يوجد إلا من عدم. في وصفكم يعجز 100 مليون لسان، أهل الوفاء والمرجلة وأهل الشام، لكن لا ما تستوي كل البنات. تلقى بشر مثل البهايم والغنم، ما هم سعوديين حتى 4 ثوان، لأن السعودي كف والواقع حكم، والكف من قوة كيانه بايبان. ما تستويش الناس، وأنا أقسم قسم إنكم رجال تشمخ على مر الزمان، وناس ما تنتج معك غير الألم. استقبلوا مني التحية والسلام، مهما حصل في الحرب احنا أولاد عم.